ارحم. لا من دلوقتي بقى انت مش مسؤول عني انا وهي. ليه ومالكش اي علاقه بينا. لا يا حبيبتي انا بنتي ما تسكنش في ايجار جديد ابدا. طب ما انا لو يستاهل نضحي عشانه، لكن هو ما يستاهلش. ولو يستاهل ما تسيبش بيتها عشانه يا خليل. والله قعدة الخزانه ولا جوازة الندامه. البنت اتاخرت ليه كده؟ الساعه كام؟ اتاخرت قوي. واتصل اطمن عليها. ايوه يا امينه. ايه يا بنتي اتاخرتي ليه كده؟ طب انت تحت وطالعه؟ طب اطلعي قولي لي عملتي ايه. يلا حبيبتي مع السلامه مع السلامه. البنت باين عليها ده ولا ايه؟ تعالي يا بنتي. ثواني يا ماما بقلع الشوز اهو. حول الله يا رب. اتاخرتي ليه كده يا بنتي؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل ده بس يا ماما بس. شكلك هلكان ليه كده؟ ده انا مش قادره يا ماما رجلي. عملتي ايه بس طمنيني؟ لقيتي شقه؟ لا ابدا يا ماما. لفينا بصي لف. مفيش ابدا يا ماما. مش عارفه هي متقفله في وشي كده ليه بس. لا حول الله. مش مكتوب لي ابدا افرح ولا اتهنى يا ماما. ليه يا حبيبتي؟ ان شاء الله تفرح. لا انا خلاص فقدت الامل والله في كل حاجه. ان انت كبرتي في السن ومحتاجه تتجوزي طبعا ده حقك، عشان على الاقل تلحقي تجيبي لك حته عيل. لا حول الله يا رب. طب نعمل ايه يا بنتي؟ بقول لك يا بنتي امينه، انا عندي حل. خير يا ماما؟ حل ايه؟ ايه رايك تتجوزي في الشقه هنا؟ جوز في الشقه هنا؟ اه. ازاي بس يا ماما؟ وبعدين كده انت مش هتاخدي راحتك اكيد. لا ما انا مش هقعد معاكي، انا هروح اقعد عند اخوكي. ايه؟ لا طبعا يا ماما، انا ما يهونش عليا ابدا اخليكي تسيبي بيتك عشان انا اتجوز. يا بنتي ما انت مش حامل ايجارات جديده، الدنيا غاليه وخطيبك ظروفه على قده ومش حامل ايجارات جديده، وبعدين مش هتقعدي تنقلي من شقه وشقه وتبهدلي وعفشك اللي انتوا هتجيبوه بالقسط ده يتبهدل يا بنتي. ما باليد حيله بقى يا ماما. انا عارفه كل ده بس هعمل ايه؟ ما تعمليش حاجه ما تعمليش حاجه. انت تتجوزي هنا انت وخطيبك في الشقه، وانا هروح اقعد عند اخوكي. على الاقل اخوكي مش غريب عني. مش عارفه اقول لك ايه يا ماما والله. ما تقوليش حاجه، قولي على بركه الله. انا هكلم اخوكي واقول له ان انا هاجي اقعد عندك، وده ابني يعني بيت ابني هرتاح فيه. والله يا ماما مش عارفه اقول لك ايه ولا اشكرك ازاي. ربنا يخليكي ليا يا رب وكده تفرحي بعيالنا يا ماما. ان شاء الله يا حبيبتي افرح بيك وتلحقي تجيبي لك حته عيل يا امين. انا اتصل بقى بمحمد واقول له على الخبر ده هيفرح قوي لما يعرف كده. ماشي يا حبيبتي، وانا هكلم خليل. وبعدين يا ماما برضو عشان يعني ممكن محمد يبقى متضايق او كده، وانا برضو عشان ابقى حاسه اني ما قصرتش معاكي، احنا ممكن يعني يا ماما نكتب عقد ايجار او حتى من غير عقد واديكي انا ايجار كل شهر. ايجار يا بنتي؟ انت هبله؟ دي شقتك وشقه امك. هو انا لما اموت مين اللي هيورث الشقه دي؟ مش انت واخوكي؟ يعني هي في الاخر برضو بتاعتك. ربنا يا رب يخليكي ليا يا رب وما يحرمنيش منك ابدا. ربنا يفرح قلبك يا بنتي. يلا انا قايمه اكلم خليل. ماشي يا ماما. الف حمد وشكر ليك يا رب، الف حمد وشكر ليك. كنت محتاره مش عارفه الموضوع ده هيتحل ازاي. معقوله يا رب تقف جنبي وتتحل بكل سهوله كده؟ الحمد لله. اما اروح اكلم محمد بقى وافرحه. ايه يا امي عامله ايه؟ ازيك يا خليل يا حبيبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. تعالي اتفضلي. اخبارك ايه؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي بخير. اختي ازيك يا خليل؟ عامل ايه يا حبيبي؟ اختي عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي بخير. سلام عليك. الحمد والشكر لله. اخبارك ايه؟ قلقتيني في ايه؟ ما فيش حاجه يا حبيبي، والله كنت جاي اكلمك في موضوع كده. امورين. محتاجه فلوس ولا حاجه؟ ربنا يخليك يا ابني، وانت مخليني عايزه حاجه. ربنا يخليك يا رب. بص هي اختك دلوقتي انت عارف ان هي كبرت ولازم تتجوز عشان تلحق تجيب لها حته عيل. طب ما هي مخطوبه يا حبيبي، ما هو خطيبها ده انت عارف ظروفه على قده، وكل يوم عمالين يلفوا على شقه ويشوفوا شقه خالي، الحاجه غاليه والايجارات نار، واختك طبعا خطيبها ظروفه على قده فمش هتعرف تجيب شقه بره. ماسكه فيه وقاعده بقى لها كام سنه معاه. هنعمل ايه يا خليل؟ ما هي كبرت، اضطرت ان هي توافق بيه وخلاص. هتعمل ايه يا ابني؟ نصيبها كده. خلاص طب نصيبها كده ماشي، يشوف حاجه ايجار. ما هم مش لاقيين، الايجارات غاليه قوي عليهم، وبعدين هتفضل بقى تاخد ايجار جديد، تفضل بقى تتنقل من شقه لشقه وعفشها يتبهدل ويتكسر، ويا عالم كمان خطيبها هيقدر ده لما يتجوزها يدفع الايجار الجديد ولا ظروفهم ايه؟ طب وانت شايفه الحل ايه؟ ازيك يا طنط عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا غاده؟ ده نورك يا حبيبتي. عامله ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ انت شايفه الحل ايه؟ والله خلينا شايفه الحل بقى ان انا ايه، اسيب لهم الشقه يتجوزوا فيها واجي اقعد معاكم هنا. هما مين دول اللي هتسيبوا لهم الشقه تتجوزي فيها؟ ثواني يا غاده لو سمحتي. امينه وخطيبتها. ثواني يا غاده. طب ومين صاحب الفكره دي؟ انا يا حبيبي، انا اللي فكرت لما لقيتها متبهدله ومش لاقيه شقه، فانا اللي عرضت عليها الامر ده يعني وقلت لها انا اقعد مع خليل ابني. انت اولا وكل حاجه انت تنوريني في اي وقت. مين اللي هتتجوز في شقتك ومين اللي جاي يقعد معايا؟
في إيه غدا مالك؟ لا إيه يا انا بسال بس. امينه هتتجوز في شقتي لان خطيبها ظروفه على قد، وانت عارفه ان امينه كبرت يا بنتي. وحضرتك هتروحي فين؟ ما هاجي اقعد ما في شقه ابني، يعني ابني اللي معايا؟ يشيلني ولا الغريب اللي يشيلني؟ لا انت تنوريني وكل حاجه، بس أهو، انت ليه تسيبي ربنا بيتك؟ يخليك يا حبيبي. ما يا حبيبي اختك هتتجوز فيه، يعني انا اقعد مع واحد غريب؟ هو جوز بنتي بس برضه غريب طب يعني بالنسبه احنا لي، نسيب له مش زي بيتنا ابني. ونسيب بيت العيله ونسيب كل حاجه عشان خاطر كده؟ ما انت معلش يا احفادك خليل. بيجوا لك يقعدوا عندك يغيروا خلاص اقعدي جو، مع بنتك احنا بنيجي نغيروا جو. طالما انت حضرتك عايزه ما انا ما تتجوزيها اقدرش اقعد معاكي. مع واحد غريب يا غاده، مش هاخد راحتي يا حبيبتي، لكن ابني هقلع قدامه البس قدامه، ابني انام براحتي اقعد براحتي. بس حضرتك فكرتي في كل ده وما فكرتيش برضو ان في واحده مش هتعرف تاخد راحتها وحضرتك موجوده؟ بص مراتك انا شايفه ان انتوا ما اتكلمتوش وانا في هضايق حاجه. في ايه يا غاده؟ وانت يا بنتي هتشيليني فوق راسك؟ يا غدا احنا بنتكلم في موضوع اهم من كده، مش مين والله هيلبس انتوا ومين المواضيع مش اللي هيلبس. تهمكم ما تخصنيش. انا الموضوع اللي يهمني ان لازم تحطوا في عين الاعتبار ان انا ما اتجوزتش مع حماتي، فبالتالي مش هوافق ان حضرتك تقعدي معايا. وانا هضايقك في ايه يا غاده؟ انا مش عارفه والله، انا مش هاخد راحتي بقى. اذا كانت على لقمتي يا بنتي بقى لا لا أجيبها. لا لا ملوش لا دعوة يا بده ماما انت خالص يا خيرك طنط. علينا كتير. انا بس عايز اعرف مين صاحب الفكره دي. والله يا ابني انا اللي قلت لها لما لقيتها متبهدله هي وخطيبها، بس ده لو وهي كبرت حضرتك في اللي السن. فكرتي في كده يبقى تفكير حضرتك غلط يا طنط. يا غدا انا عايزه البت تلحق تجيب لها حته عيل، البت كبرت في السن يا غدا وانت عارفه. ايوه بس مش ماشي معنى يا ان ماما، مش حضرتك على تسيبي حساب بيتك مش على حسابك انت. وتروحي تقعدي معايا علشان خاطر او مع ابنك او ايا كان هتقعدي فين وتسيبي بيتك. يعني انت يرضيك اقعد مع واحد غريب؟ مين يشيلني؟ والله. جوز بنتي ولا ابني؟ معلش ابنك ده الكلام يشيلك، ده ده لو حضرتك بيتك. مالكيش بيت. انت عندك بيتك، يعني انت راضيه؟ طب انت من جواكي راضيه بكده وراضيه عن حياتك اللي انت بتغيريها دي كلها؟ طبعا راضيه يا خليل، مش هفرح ببنتي اشوف لها حته حفيد قبل ما اموت؟ البت كبرت يا ناس وانا مش هقعد كل شويه احرجها. ما هي ولا انت مخيبه كبرتي؟ نفسها معاه. والله هي قعدة مخيبة. الخزانه ولا جوازة الندامه. هتقصدي ايه يا غاده؟ يعني انا عندي تقعد وتعنس احسن ما تقعد تتجوز في شقه امها. لا بس انا بنتي ما تعنس، انا عايزه اشوف لها حته عيل قبل ما ما هو اموت لو يا غاده. يستاهل نضحي عشانه، لكن هو ما يستاهلش. ولو يستاهل ما تسيبش بيتها عشانه يا خليل. انا سايباه لبنتي مش سايباه عشانه يا غاده. لا انا شايفه ان ده مش منطق والله. يعني انت فكرتي فيها ما فكرتيش فيها انا كمان؟ فكرت فيك ايه يا ابني؟ هو انت مش قادر تشيل امك؟ انا أما لو اشيلك كبرت وكل شويه تعمل ايه؟ حاجه. ترميني في دار انا مسنين؟ اشيلك. يشيلك لو أشيلك. حضرتك مالكيش مكان، لكن لو طالما حضرتك ليكي بيت ما تسيبيش البيت وتيجي تقعدي معايا وتسيبي البيت لبنتك وجوزها ولا بنتك وخطيبها. يعني انا بنتي تقعد في شقه ايجار جديد؟ ايوه سكنيها في ايجار جديد. إيه؟ لا يا حبيبتي انا بنتي ما تسكنش في ايجار جديد ابدا. طب ما انا في اول جوازي كنت عايزكم في ايجار جديد وانت كنت مرحبه. انت ظروفك غير ظروفي يا خليل. ازاي؟ ما هو كان شاب وانا شاب. ايوه يا ابني هو ودي ظروفه على بنتك ودي قده بنتك. واحنا وافقنا بيه عشان نتجوزها وخلاص. خلاص انا عندي حل حلو قوي. حضرتك لو شايفه ان انت لازم تتجوزي امينه مش في ايجار جديد يبقى حضرتك تسكني في ايجار جديد. بتتبهدل. اذا كانت هي ما قبلتش ان بنتها يعني هي خايفه على بنتها، طب خلاص ايه الحل يعني؟ لا وانا ما رضاش انها تتبهدل في الشقه. لا خلاص انا مش، بالنسبه لي انا الوضع مرفوض. مامتك لو جت هنا انا همشي. وانت رايك ايه يا خليل؟ انت رايك هتمشي كلمه مراتك؟ مش همشي كلمه. الاصول تقول ايه؟ حضرتك انا اشيلك فوق راسي لو حضرتك مالكيش بيت، لكن طالما حضرتك ليكي بيت ما تسيبهوش لبنتك وتيجي تقعدي معايا. قدامك أيوة. حلول كتير، يا اما حضرتك تقعدي مع بنتك يا اما تاجري ايجار جديد يا اما بنتك تاجر جديد. ايه المشكله يعني؟ انا ما قلتكيش اطلعي من البيت وسيبي لي الشقه واجرلك ايجار جديد تقعدي انت فين انت وامينه، رغم ان انا كنت اولى ان انا اتجوز فيه. كتر خيرك يا ابني، كتر خيرك يا غاده، متشكره ليكم. انا ماشيه وانا هتصرف انا وبنتي. انت هتعملي ايه دلوقتي يا ماما؟ همشي، هتمشي تروحي فين؟ هروح بيتي وهتصرف انا وبنتي. هتتصرفي ازاي يعني؟ مالكش فيه بقى، ده شيء ما يخصكش. ازاي ماليش فيه؟ انا مسؤول عنك انت وهي من بعد ابويا الله يرحمه. لا من دلوقتي بقى انت مش مسؤول عني انا وهي. ليه؟ هو ومالكش اي علاقه بينا، ليك هو- علاقه بمراتك بس. هو انت تروحي هو تسيبي يا إما بيتك؟ على الغلط يا اما ملهوش علاقه بيكم. انت انا تسيبي شايفه ان هو بيتك. صح. انت تسيبي بيتك وتيجي عشان تقعدي عندي وتسيبي لها هي البيت؟ طب ما انا كان من اولى قلت لك اسكن فيه بدل ما اتبهدل واتغربت وشقيت وجيت عشان اعمل الشقه. كنت انا اتجوزت بقى فيها ما اتبهدلتش كل ده. يعني انا ما رضيتش ان انت تتبهدلي واطلعك من الشقه واقول لك انا اتجوز فيها واجيب لك شقه ايجار جديد وانا ما رضيتهاش. انت دلوقتي جايه ترضي على نفسك دلوقتي بعد العمر ده كله؟ كتر خيرك، وزي ما قلت لك من دلوقتي مالكش اي علاقه لا بيا ولا باختك، وما تتكلمش معانا تاني. ربنا يخلي لك مراتك بعد اذنك. ماشيه. بس خلي بالك انا قلت لك مفيش راجل غريب هيخش البيت. على ما في خيرك اركبوا يا خليل. ايه يا خليل مامتك بتعمله ده؟ طب ما انت شايفه برضه هي عندها إيه حق مع التصرف ده؟ بنتها. هنعمل ايه؟ عندها حق مع بنتها؟ ايوه بنتها برضه.
بص انا هقول لك على كلمتين، انتوا حرين، انتوا مع بعض، انتوا اسره مع بعضيكم، بس انا اللي يخصني في الموضوع ده كله، انا حماتي مش هتيجي تسكن معايا. سيبها على الله، عشان بس تبقى عارف. سيبها على الله يا غالي. هي ما تسيبش بيتها لبنتها وتيجي تسكن معايا، ده مش وضع يعني. انا بتكلم انا معاها. براحتك بقى انت واهلك.